السلام. كيف ما كنعرفو كاملين ان الماء ضروري في هاد الحياة، ولكن عمرك سولتي راسك الا شربتي الماء لمدة 30 يوم كل نهار اش غيطرا؟ وفي هاد الفيديو كيكون الجواب ديالي انا، وكتكون الوظيفة ديالي انا في هاد الفيديو. ونتمنى تخرجوا من هاد الفيديو وانتم مكتسبين هاد العادة اللي هي زوينة صراحة وسهلة في نفس الوقت، ويقدر اي واحد يتعلمها. في هذا الفيديو غنتحدثوا عن ضرورة الماء لصحة الجسم والوظائف ديالو، وشحال كيحتاج المرء باش في النهار ديال الماء، والاضرار ديال عدم شرب الماء، والفوائد ديالو، وكيفاش انك تكتسب هذه العادة، وهي الحاجة الضرورية في الفيديو كامل. وهاد المعلومات كاملين مدروسين من مواقع علمية واللي مضبوطة. داكشي علاش تبع الفيديو للآخر. وكان معكم راغنار عقل، نخليكم مع الفيديو. الماء هو واحد ضروري، واي فيما كتسمع الماء بحال هي الحياة، هي الاكسجين. مثل الماء بحال الاكسجين، الضرر ديالو هي ضرورة موثوق منها، زائد ليه واحد الوظائف بزاف. دابا نذكر البعض منها اللي غيصدموكم وغتخليكم انكم تكتسبوا هذه العادة. اولا كينظم درجة الحرارة الجسم. كما كنعرفوا كاملين ان درجة الحرارة الجسم هي 37 درجة، ولكن الا مشيتي لشي بلاصه اللي هي بارده بزاف ما كتنقصش ديك الحراره، كتبقى مضابطي على ديك 37 درجه لانك شربتي الماء. ثانيا نقل العناصر الغذائيه. ثالثا الحفاظ على الوظائف المخ. رابعا تحسين الاداء البدني. مثلا الا كنتي غادي لشي جيم ولا غادي تجري ولا دير شي رياضه، ديما شي قرعه الماء اثناء التمرين. ضرب الماء ديك الساعه تحس براسك ما ديما كنديرو، تحس براسك بواحد الانرجي زوينه وتقدر تكمل. رابعا كيساعد في انقاص الوزن. الدراري اللي عامرين شويه باغيين ينقصوا، دخل الجيم، ضرب مزيان الماء مزيان. دوش ليا انقص ندير شي ريجيم وشي حاجه، دير ريجيم ولكن ضرب مزيان. كي كيزيد الشعور بالشبع، كيبقاش عندك داك الجوع. الدريات ترطيب الجلد، كيرطب الجلد. الا شربتي بزاف ديال الماء كيرطب الجلد كيخلي واحد الجلده اللي هي خاليه من حب الشباب. مكندويش على الدريات، كندويش على الدراري، ولكن خصوصا البنات. زائد كيعزز حركه الامعاء. ندوزو لتاني مرحله اللي هي الكميه الموصى بها. وفق المايكو كلينيك، تسمية خصوصا باش تحفظ ليه بزاف، يلا شديتها. كيقول لك ان مقدار السوائل اللي كيحتاج البالغ العادي يحتاج رجل حوالي 15 كوب اللي هي 3 لتر ديال الماء من الماء، والنساء حوالي 11 كوب اللي هي 2 لتر. من هنا غنكونوا انتهينا من الكمية الموصى بها، وغندوزو الاضرار ديالو. الاضرار ديالو معروفين بزاف، واللي هي كتحس بالتعب، بالصداع، بالدوخه اللي تكون عادي تحس بالدوخه. اصلا كتحس بواحد المماطله من كاع ما كتشرب الماء، خصوصا من كاع ما كدوش الماء بارد. غنخلي لكم واحد الفيديو غنصاوبو فيه الفوائد ديال الماء بارد، فيه كل شيء مهم. وزائد يقدر يؤدي عدم شرب الماء الى خطر مرض الكلى، هو اخطر مرض. ندوزو للفوائد ديالو اللي ما لا نهايه لهم. الاولى هي بشرة نضيرة ولامعة كما قلت لكم في الوظائف. كيعزز المناعة، كأن الجهاز المناعي كيستخدم واحد السائل اللي سميتو البلازما، اللي كيحصل الماء والعناصر الغذائية لخلايا الدم.
كما قلت لكم كينقص، كيساعد على انقاص الوزن، كيمنحك واحد الطاقة، واحد الانرجي، رغم انها خالية من السعرات الحرارية سبحان الله. حركة الامعاء حيث انها تساعد على عملية الهضم والتخلص من الفضلات، زيادة الاداء الذهني والبدني. كما قلت لكم بغيتي تجرب لشي حاجة، ضرب دي معاك واحد القرعة الماء، كتمنع الصداع. دابا ندوزو لاخر مرحلة واللي هي داير عليها الفيديو كامل، وهي اهم حاجة: كيفاش تبدا تشرب الماء يوميا على معدة خاوية. اولا ديما حط حداك واحد قاعة الماء في اي نشاط او كاس ديال الماء. هادشي غيساعدك بزاف بانك فيما تكون كتراجع ولا شي حاجه، حط حداك قرعة الماء، وما اصلا ما غتحتاج انك تمشي للكوزين ولا شي بلاصه بحال تجيب الماء، ويخليك بارك وكونسونطري مع داكشي ديالك. ثانيا حط حداك الماء قبل ما تنعس، باش غير تفيق تشربو وهي انت مرتاح و بلا ما تصدع راسك. نوض اصلا خصك تنوض وانت موتيفي. ثالثا حاول تشرب نص كاس قبل الغداء وبعده، وهنا غتكون شرب شي 6 ديال الاكواب، 6 ديال الاكواب وهنا غيكون سالا الفيديو ديالنا. يلا ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناة. كان معكم الدراري وبنات راغنار AL بيس.